السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي طلاب تانية ثانوي، ازيكم يا رجالة عاملين ايه؟ بأمر الله هنكمل البارت 2 بتاع اليونت 1 بتاعنا. هناخد ايه عشان تبقى عارف كده بعد ما تصلي على النبي وتسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هتاخد نبدأ بالجرامر الأول. طبعا الجرامر ده التكملة بتاع جرامر بارت 1، فسعادتك مشكورا هتسمع أول بارت اللي احنا صورناه إن شاء الله، هتلاقيه على اليوتيوب. طيب هحط لك اللينك كده كده. طيب هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بص يا باشا، اول حاجه بيقول لك بروهيبشن في الايه، في المنع او التحريم. طيب المنع او التحريم جاء من كلمتها. يعني ايه منع او تحريم؟ يعني انا بقول لك انت قسما بدين الله ما هتعمل الكلام ده، مش هينفع قانونيا، مش هينفع شرعيا، مش هينفع كذا حاجه كده. فاحنا هناخد الحالات بتاعه اللي هي يعني اللي هنقول بيها ماسنت. يعني احنا ازاي بنقول اصلا الموضوع ده؟ بنقولها بماسنت، يعني السبجكت بعد كده ماسنت بعد كده الانفينيتيف. يبقى تكوين الموضوع ده ايه؟ سبجكت بعد كده ماسنت بعد كده المصدر. يبقى فاعل ماسنت مصدر، فاعل ماسنت مصدر، تاني فاعل ماسنت مصدر. طيب احنا فاعل ماسنت مصدر دي عشان تبقى فاهم الدنيا بس بنقولها امتى؟ يعني بنقولها انهي حالات بنقولها فيها؟ صلي على اللي يشفع فيك وركز معايا في الكلام ده، مهم جدا 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 جدا. عندك كلمه حلوه قوي اسمها باند. باند دي يعني محظور. شفت لما حد يتعمل له بان؟ هو دي باند، هي دي الكلمه دي. حد يتعمل له بان هي دي. طب باند دي بمعنى محظور، يعني انت لما تشوف الجمله باند تحط ماسنت والمصدر. تاني اللي هيفرق لي ما بين حته ماسنت والمصدر وحته هافنت او doesn't have to او doesn't need to، لسه هناخدها يعني. طيب امتى بنفرق؟ بنفرق من الكلام ده بالظبط. يعني اول كلمه عندنا باند، باند دي بيجي وراها او قبلها يعني الفيرب تو بي اللي هو ام از ار او was او were زي ما انت عارف. تمام؟ نرفع الخط سيكا. بسم الله. ماشي اهو. ماشي ام از ار والواز والوير. طيب ده بتيجي قبل باند. بعد باند بيجي ايه؟ بيجي ممكن حاجه اسمها فروم البروبوزيشن طبعا والفيرب بلس الاي ان جي. طيب يبقى انا اول كلمه خدتها بمعنى محظور اللي هي باند، دي اول حاله بستخدم فيها ماسنت بلس الانفينيتيف. طبعا برضو احنا كنا بنتكلم على حاله الستيتمنت اللي هي حاله الاثبات. حاله الاثبات بتاعت ماست والمصدر قلنا ساعتها مفعول ماست بي والبي لو تفتكر معايا، لو انت كنت ذاكرتها، ولو انت زي ما قلت لك ما ذاكرتهاش بعد اذنك اتفرج عليها عشان دي تكمله لدي. طيب نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم كده ركز معايا. بتكلم عن حاجه اسمها ماسنت والمصدر، اتكلمت عنها في اول حاله ليها اهي. بسم الله الرحمن الرحيم دي كده نمبر 1 اللي هي باند. باند دي اللي هي محظور او ممنوع. طيب غير مسموح نوت الاود. نوت الاود دي بيجي وراها ايه؟ بيجي وراها تو المصدر. طب يا مستر هو ممكن يجي لي السؤال هنا ازاي؟ صلي على اللي يشفع فيك. هو جاب لك كلمه باند وعايز يجيب لك الحته او انت تقول له الحته بتاعت ماسنت بلس المصدر او ماسنت والانفينيتيف. حلو، ده لو جاب لك باند او جاب لك نوت الاود. طب ممكن يسالك في حاجه كمان، ممكن يسالك في ايه؟ اللي بيجي بعد باند او اللي بيجي بعد نوت الاود، فهل ده انا لازم اعرفه؟ معلش لازم. طيب باند دي بيجي وراها ايه؟ بيجي وراها فروم والاي ان جي، تمام؟ انما نوت الاود، نوت الاود بيجي وراها تو والانفينيتيف، تو والمصدر. طب الثالثه اجينست ذا لو. اجينست ذا لو اللي هو ضد القانون، ده معناها حرفيه يا جماعه. معناها حرفي اللي هو ايه؟ ضد القانون، ضد القانون. طيب اجينست ذا لو بيجي وراها ايه؟ بيجي وراها تو والمصدر. طبعا احنا هنحل على الكلام ده كله دلوقتي. صلي على النبي. انا خدت 3 حالات: محظور، غير مسموح، وكمان ضد القانون. تاني محظور، غير مسموح، وكمان ضد القانون. محظور، غير مسموح، وكمان ضد القانون. طب انت بتغني ايه ده؟ يعني ايه اللي انا بقوله ده عشان ابقى فاهم؟ ال3 حاجات دول، اول 3 حالات خدناهم بنستخدم فيهم ماسنت بلس الانفينيتيف. ايه هما بقى؟ محظور، غير مسموح، وكمان ضد القانون. تاني محظور، غير مسموح، وكمان ضد القانون. طيب محظور دي معناها باند بيجي قبلها الفيرب تو بي بعدها فروم والاي ان جي. طيب دي باند. اللي بعدها نوت الاود. نوت الاود بيجي قبلها الفيرب تو بي بعدها تو والمصدر اهي. طب اللي بعدها اللي هي اجينست ذا لو. اجينست ذا لو اللي هي معناها اصلا ضد القانون. طبعا انت لو حاجه ضد القانون اكيد مش هينفع تعملها يا معلم، انت ما ينفعش اصلا تعملها. ما ينفعش دي بقى هي ماسنت والمصدر. طبعا الامثله دلوقتي هتوضح لك كل حاجه بس خليك معايا في الكلام ده. طيب عندي حاجه اسمها الليجل. الليجل اللي هي غير شرعي، نفس كلمه اجينست ذا لو بس بطريقه ثانيه. دي بيجي وراها تو بلس الانفينيتيف. طيب عندي حاجه اسمها بروهيبتد بيجي وراها برده تو والمصدر. فوربيدن نفس الفكره، ممنوع بيجي وراها تو والمصدر. يبقى الحاله الوحيده اللي بتيجي وراها فروم والاي ان جي او فروم والجيرند بيبقى الباند، كلمه باند. يبقى كلمه باند هي دي الاستثناء الوحيد. غير كده يا مستر كله تو والمصدر. طب تاني بالله عليك معلش صلي على النبي كده. يبقى ماست بلس الانفينيتيف. نقط حبيبي قلب القط. هنا يا باشا عند حته اللي احنا اتكلمنا نكمل كلامنا، بس بنقول ان حاجه فيها اسمها الليجل اللي هي غير شرعي، وقلنا بروهيبتد
وقلنا forbidden اللي هي ممنوع او محرم. نفس الفكره كلها نفس المعنى يا جماعه، بتبقى ممنوع او المنع او التحريم او غير قانوني او غير شرعي، هي كلها mustn't بلس الانفينيتيف. يبقى كل الحاجات دي الست حاجات اللي ورايا دول mustn't بلس الانفينيتيف. طيب بسم الله الرحمن الرحيم نقولهم مره كمان. محظور غير مسموح وكمان ضد القانون. محظور غير مسموح وكمان ضد القانون. نقولها انجلش banned not allowed against the law. عندنا حاجه اسمها غير شرعي محرم وممنوع غير شرعي محرم وممنوع غير شرعي محرم وممنوع. طبعا يعني في حد هيقول ايه اللي انا بعمله ده، اللي انا بقوله ده اكيد مش هقوله ورا الراجل الجميل اللي قاعد يغني ده، لا معلش قول معايا عشان ان شاء الله بامر الله تلاقي الدنيا اسهل شويه في ان انت تبقى بتفتكر. مش هقول لك هتحفظ الكلام بس بتفتكره. طيب انا قلت محظور غير مسموح وكمان ضد القانون، بستخدم ايه؟ جدع mustn't بلس الانفينيتيف. محظور غير مسموح وكمان ضد القانون. عندي حاجه اسمها غير شرعي محرم وممنوع غير شرعي محرم وممنوع. طيب نحل عشان تبقى فاهم السؤال بيجي ازاي. صلى على اللي يشفع فيك. بيقول لك ايه في نمبر 1؟ بيقول لك يو سبيس سموكن هير. انا عايز اعرف انت بيقول لك ان انت المفروض تدخن او ما تدخنش. لسه هنعرف من تاني الجمله، ما تستعجلش. قال لك you are not allowed to smoke in here. انت مش مسموح لك تدخن هنا. طيب جيت انا قلت لك يا باشا انت هتشوف الكلمه، مش هقول لك كلمه داله عشان انا مش بقولها لك كلمه داله، انا بقول لك دي مواقف محدده بناخد فيها فاعل mustn't بلس الانفينيتيف. طيب فاعل mustn't والمصدر صح؟ دلوقتي هو بيقول لك ايه؟ هو بيقول لك ان انت ما ينفعش تدخن هنا عشان انت مش مسموح لك التدخين هنا اهو. you are not allowed to smoke here. طبعا احنا الاجابه الوحيده اللي هتنفع معانا mustn't. طيب بلاش نعتمد الاجابه كاننا ما جاوبناش يا مستر. حلو قوي، ادي السؤال اللي قدامنا. طيب must دي اثبات، دي معناها ايه؟ معناها يجب ان تدخن هنا، انت لازم تدخن هنا. اكيد لا طبعا، ها عشان ده عبط. طب mustn't لا يجب، غير مسموح، ممنوع، تقول بقى اي حاجه من الحاجات اللي فوق دي. طيب needn't لسه نعرفها وطبعا انت مش محتاج. needn't دي مش محتاج. have to لازم او ضروري، لازم او ضروري. طبعا هي دي مش تنفع ولا دي هتنفع. يبقى انا كده ايه؟ عملت حاجه اسمها الاستبعاد. فاضل لي حاجتين، عندي mustn't وعندي needn't. الفرق ايه يا مستر؟ mustn't بتستخدم في الحاجات اللي بقول لك فيها تحريم، ممنوعه، استحاله تعملها. طيب needn't انت مش محتاج. لسه بقى هناخد احنا needn't والكلام ده، بس دي معناها مش محتاج، مش ضروري. لسه هناخد يعني المعنى الكامل. طيب طبعا الاجابه هتبقى mustn't. يبقى انا دلوقتي قلت لك طريقتين للحل. سعادتك لو عارف التكوين كامل الحمد لله رب العالمين، بس اللي هنمشي بيه كطريقه حل ان شاء الله معايا ايه الموضوع؟ ان انا هقرا الاختيارات الاول، الاجابات بتاعتي، احلل كل اختيار عباره عن ايه، واشوف الجمله بتاعتي محتاجه ايه واحطه. الموضوع اقسم بالله ابسط مما تتخيل. الانجليش ده جميل والله العظيم، جميل اقسم بالله، ربنا يسامحني. قال لك ايه تاني واحده؟ he not drink and drive it's illegal and dangerous. الله 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 الله. قال لي مستر مهند في كلمه جميله قوي 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 اسمها illegal. اسمها ايه؟ illegal. illegal اللي هي غير شرعي. طب dangerous معناها خطير. طبعا هو بيقول لك هنا الناس الجميله اللي زي اللي هي ما ينفعش، انا لازم اقول كده، ما ينفعش تشرب وانت بتسوق او تشرب وانت سايق. طيب هل هنا ينفع ولا ما ينفعش؟ جدع ما ينفعش. طيب نشوف ايه اللي ما ينفعش عندنا هنا. عندنا ماست، لازم تشرب وانت سايق. طب بالله عليك اتقي الله، انت يعني انت اعقل الكلام كده قبل ما تتكلم ماشي. ماست طبعا مش تنفع. ماستنت تنفع. معناها ايه؟ لا يجب. يعني ايه يا مستر لا يجب؟ يعني ممنوع. يعني ايه ممنوع يا مستر؟ يعني غير مسموح. يعني ايه غير مسموح يا مستر؟ يعني forbidden، يعني prohibited، يعني illegal، يعني عندك 6 اهو اشكال. طيب تعال needn't قلنا مش محتاج. have to لازم او ضروري. طبعا انا have to مش تنفع عشان عايزه اثبات. must مش هتنفع، فطبعا الاجابه هتبقى mustn't. الله ينور عليك. تعالى اللي بعدها you not park here there is no parking sign. هو بيقول لك انت المفروض، او لسه بقى هنعرف انت مفروض ولا مش مفروض، انت لازم او مش لازم، بس نعرفها من الجمله الثانيه there is no parking sign. يعني بيقول لك ان مفيش يافطه مكتوب عليها، اللي هي مكتوب عليها ما ينفعش تركن هنا سعادتك، يعني هنا مفيش ركنه. طيب دلوقتي احنا هنشوف الموضوع في ايه. you not park here there is a no parking sign. بيقول لك ان موجود يعني ساين، علامه يافطه مكتوب عليها ما تنفعش تركن، مفيش ركنه، احترم نفسك وخلي عندك دم، مفيش ركنه. اليافطه كانت بتقول كده. يبقى طبعا الحاجه الوحيده اللي عندي نفي اصلا mustn't. طب ليه should مش هتنفع يا مستر؟ should معناها يجب او ينبغي. طب ليه must معناها يجب، ده اثبات. كان معناها يستطيع، ده طبعا كل اثبات. فالحاجه الوحيده اللي تنفع عندي mustn't.
طيب تعالى في نمبر 4 بيقول لك the doctor said she can't eat salty food. الدكتور بيقول ان هي ما ينفعش تاكل اكل مملح. طب ليه؟ هنعرف. you not put salt in her food. دلوقتي بيقول لك ان الدكتور قال ان انا ما ينفعش احط اكل مملح في اكلها. فلما انا هاجي اطبخ لها او الشخص اللي هيجي يطبخ لها ده لازم ان هو يحط ملح ولا مش لازم؟ طيب نحلل الاجابات اللي تحت. كان يستطيع، احنا قلنا ان هو طبعا مش لازم. mustn't دي اللي هتنفع طبعا الوحيده. should ينبغي، وماست اللي هي اثبات اللي هي يجب. طبعا انا ولا عايز اي حاله اثبات، انا كل اللي انا عايزه حاله النيجاتيف بتاعه must اللي هي فاعل mustn't والمصدر. خدنا ان هم 6 حالات، قلنا ان هي ايه؟ تعالى نرجعهم تاني. محظور، غير مسموح، وكمان ضد القانون. محظور، غير مسموح، وكمان ضد القانون. غير شرع، محرم، وكمان ممنوع. غير شرع، محرم، وكمان ممنوع. طيب حلو جدا الكلام ده. تعالى نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك ذا لو، ذا لو. بس حلوه قوي الجمله دي، ركز معايا وصلي، يعني صلي على النبي كده. بيقول لك ذا لو. طبعا قبل النقط اتكلمنا عن موضوع قسما بدين الله، يمكن الناس بتزهق مني من كتر ما اتكلم فيه، بس هو اهم حاجه ممكن تخليك تبقى عارف داخل الجمله، انت قاري الجمله ومطمن جدا انك هتعرف تحلها. ايه هي يا مستر اللي انت يعني اديتها المقدمه الجميله دي؟ بيقول لك ان انت قبل النقط سعادتك، قبل النقط بتشوف اذا كان ده سبجكت ولا اوبجكت. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ يعني اذا كان ده فاعل ولا مفعول. والله يا مستر لسه ما فهمتش. طيب حضرتك لو بادئ هنا بالفاعل، فالتكوين اللي عندي مهما كان انا بتكلم في درس ايه والجرامر ايه، سواء تنس، سواء الاوبليجيشن والنسيسيتي، سواء اي حاجه من الحاجات دي، لو اللي قبل النقط فاعل بيبقى الكلام في المبني للمعلوم، في الاكتف فورم للدرس ده. طيب جاي لك بس واحده واحده. طيب لو اللي قبل النقط مفعول، جيت انا قلت لك المجهول دايما مفعول. الله ينور عليك، المجهول دايما مفعول. تلاقيني بقولها كل فيديوهات ليه؟ لان دي اهم حاجه انت ممكن تحل بيها. طيب ذا لو هنا القانون مثلا ايا كان بقى، هو لازم يعني نطيعه، لازم هو القانون ينطاع او كده. ينطاع دي اللي هي يعني غالبا اللي هي لازم نطيعه، احنا نطيعه. طيب يبقى ذا لو هنا فاعل ولا مفعول؟ هو اللي عمل الحاجه ولا الحاجه بتتعمل له او بتتعمل فيه؟ طبعا ذا لو هنا اللي لازم احنا نطيعه، فطبعا ذا لو مفعول. انا بحاول افهمك الدنيا فيها ايه. طالما ذا لو مفعول يبقى انا هاخد الباسيف فورم. الباسيف فورم اللي هو ايه يا مستر؟ المبني للمجهول. الباسيف فورم اللي هو ايه؟ المبني للمجهول. انا ببدا بالمفعول. المبني للمجهول انا ببدا بالمفعول. طب هنا المفعول، لو كان حد جه اتفرج على بارت 1 بتاعه مست، كنت بقول فاعل ماست المصدر، مفعول ماست بي وبي. فاعل ماست المصدر، مفعول ماست بي وبي. انا عايز التكوين الثاني، مفعول ماست بي بلس البي بي. يعني مفعول ماست، بعد كده بي، بعد كده التصريف الثالث للفعل. طيب انا هنا عندي المفعول. طب انا عايز اعرف هو احنا لازم نطيع القانون ولا لازم ما نطيعوش، او لازم نكسر القانون ولا لازم ما نكسروش؟ احنا طبعا عندنا هنا بريك. طبعا كلمه بريك بتيجي مع بريك ذا لو اهي. يا عم خدها نوت ليك انت، طبعا مهم عندك جدا في اللانجوج نوتس. بريك ذا لو اللي هو انت بتخترق القانون، بتنتهك القانون. تمام؟ بتيجي مع بعض كده. طب بريك ذا لو، انا اتكلمت هنا ان انت لازم تكسر القانون ده، لازم يتكسر ولا لازم يعني ما نكسروش؟ اكيد ما يتكسرش. طيب تعالى بقى نحلل. بسم الله الرحمن الرحيم. شوت بريك مش هتنفع، انا عايز اصلا حاله نيجاتيف. must be broken مش هتنفع، انا اصلا يا مستر عايز حاله نيجاتيف. انا عندي حاجتين ينفعوا، عندي mustn't break اهي اللي هي mustn't بلس المصدر، وعندي mustn't be broken. الله الله اللهم صل على سيدنا محمد. ركز معايا هنا، دي المهمه. mustn't بلس المصدر اللي هي دي mustn't break. mustn't break دي يا مستر لو جه قبل النقط فاعل ساعتها هتنفع معايا mustn't break. تاني بالله عليك وركز معايا في النقطه دي، مهمه جدا. بيقول لك يا باشا لو قبل النقط فاعل اهو subject بحط must او mustn't والمصدر. لو قبل النقط فاعل بحط must او mustn't والمصدر. بشوف بقى هي تنفع ما تنفعش، المواضيع دي كلها. طيب انا هنا عندي بدات بالمفعول اللي هو ايه المفعول يا باشا؟ ذا لو. ذا لو هنا عباره عن مفعول. عباره عن ايه مفعول؟ يعني object. عباره عن object. طالما object يبقى انا هختار تكوين واحد بس اللي انا قلت لك عليه must be بلس البي بي. مفعول must be وبي، ده التكوين بتاع الباسف بتاع must. فطبعا هتبقى mustn't be broken. الجمله دي مهمه جدا 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 وفكرتها حلوه جدا جدا جدا. طيب you know I take photos here it's against the law. طبعا يا باشا انت عرفت الفكره، انا جاب لي كلمه معناها محرم، معناها ممنوع، معناها استحاله تعمل الموضوع ده كله عشان ده غير ضد قانون او ضد قانون المكان. فطبعا الحاجه الوحيده اللي هتنفع عندي هتبقى mustn't.
طيب يا باشا صلي على اللي يشفع فيك. احنا كده خلصنا ماست او ماسنت والمصدر. طبعا ماست والبدائل بتاعتها كلها خدناها في بارت 1. هنا بقى احنا هناخد ماسنت وخلصنا ماسنت الحمد لله. ماسنت بلس الانفينيتيف دي لو جينا قبليها سبجكت، جيت قلت لو جه قبليها مفعول، طبعا ده بتكلم في الباسيف فيبقى مفعول ماسنت بي، والبي طبعا ده في حاله النيجاتيف في حاله البروبشن. حلو جدا حلو جدا. طيب يا باشا تعالى ناخد الليك اوف نسيسيتي اللي هي نقص الضروره. معناها ايه؟ ليس مضطرا ان، فاكر هاف تو هاز تو وهاد تو؟ انا ساعتها كنت بقول لك هو كان مضطر او هو مضطر، يعني طبعا هاف تو هاز تو في البريزنت ان هو مضطر ان هو يعمل حاجه. طب هاد تو كان مضطر ان هو يعمل حاجه، ده اللي احنا خدناه في حاله الستيتمنت في المحاضره الاولانيه. طب في المحاضره دي احنا بنتكلم عن حاجه اسمها النفي بتاعت هاف تو هاز تو ونيدنت بقى. صلي عليه يشفع فيك. اولا هاف تو بتتنفي بايه؟ هي اصلا نفيها هاف تو هاز تو عامه نفيها دونت اور دازنت بلس هاف تو بلس المصدر. يبقى دونت ودازنت هاف تو والمصدر، دونت ودازنت هاف تو والمصدر، دونت ودازنت هاف تو والمصدر، دونت ودازنت هاف تو والمصدر. يعني اخر مره معلش، دونت ودازنت هاف تو والمصدر. هاجي يقول لي مثلا واحد بسم الله الرحمن الرحيم لذيذ، ده اللي بنسميه اللذيذ، هيقول لي هافنت، اقول لك بس خلصانه مبروك عليك صفر كبير جدا جدا. طيب احنا دلوقتي بننفي هاف تو اور هاز تو، بننفيهم بايه؟ جدع، دونت ودازنت هاف تو والمصدر، دونت ودازنت هاف تو والمصدر. وربنا يعني دونت ودازنت هاف تو والمصدر في ايه؟ طيب دونت ودازنت هاف تو والمصدر، يبقى دي حاله النفي بتاعت ايه يا مستر؟ بتاعت هاز تو. بتاعت ايه يا مستر؟ بتاعت هاف تو. طيب دونت بتاخد ايه عشان نبقى بنقول الكلام كله؟ دونت بتاخد الوي واليو والذي، طبعا دي حاجات اساسيات خالص. طب دازنت بتاخد ايه؟ بتاخد الهي، بتاخد الشي، وبتاخد الات، طبعا اي حاجه مفرد عشان بس نبقى بنقول الايه الحاجات البسيطه اللي ممكن تخش على بعض من الناس. طيب يبقى ايه؟ انا بنفي هاز تو وهاف تو، مش بهافنت ولا بهازنت، قسما بدين الله هاف تو وهاز تو ما بقولش عليهم هازنت ولا هافنت. تاني هاف تو وهاز تو ما بقولش عليهم هافنت ولا هازنت، امال بقول عليهم ايه يا مستر؟ بقول عليهم دونت ودازنت هاف تو والمصدر، دونت ودازنت هاف تو والمصدر. طيب اللي عندي اللي قبلها طبعا فاعل نيدنت والمصدر، فاعل نيدنت والمصدر بيجي معناها مفيش داعي ان، يعني مش محتاج، بلاش بس الكلام العربي، يعني مش محتاج، والله انت مش محتاج تعمل كذا او انا مش محتاج تعمل كذا، فدي معناها ايه؟ معناها نيدنت بلس الانفينيتيف، نيدنت بلس الانفينيتيف. طيب يا باشا هو طبعا بيديك شويه ايه اكسبريشنز، تعبيرات. اتس unnecessary to المصدر، يعني اتس unnecessary بيجي وراها to المصدر. اتس اب تو يو، هو راجع ليك، القرار راجع ليك، دي معناها اتس اب تو يو. يو ار فري، انت حر ان انت تختار او ان انت تقول اختيارك. اتس اوبشنال، اوبشنال دي كلمه هناخدها عامه معناها اختياري. طيب if you don't want to، لو انت مش عايز بيجي وراها to المصدر، لو هي دي معناها كده، لو انت مش عايز تعمل كذا او انت مش عايز ان انت تعمل مثلا if you don't want to play football، لو انت مش عايز تلعب كوره. if you don't want to eat، اهم حاجه تعرف ان هي بيجي وراها to والانفينيتيف. خلصانه؟ خلصانه. طب يا باشا تعالى نحل كام جمله. you not buy me a gift، you are present او your presence is enough. حلوه قوي الجمله دي، ركز معايا صلي عليه يشفع فيك. دلوقتي انا عايز احدد، تمام، في الدرس ده والله العظيم درس جميل جدا وسهل، عايز احدد بس هو لازم او مش لازم. طيب دي اول خطوه، هو لازم ولا مش لازم؟ يعني لما اجي احل حبيب المستر، لما اجي احل في حته النيسيسيتي او حته الاوبليجيشن، حته ماست وحته هاف تو وهاز تو، بتحل كده ازاي؟ صلي عليه يشفع فيك. اول حاجه انا بشوف يعني هل ده لازم او مش لازم، لازم اعمله او مش لازم اعمله، هل ده مضطر اعمله او مش مضطر اعمله. طيب هل ده فاعل ولا مفعول؟ 3 حاجات اهم، صلي عليه يشفع فيك. ها، لازم ولا مش لازم؟ لازم ولا مش لازم؟ مضطر او مش مضطر؟ طبعا باختلاف بقى البريزنت والباست، انا مش بالنسبه لي دي، بس انا عايزك تحدد كده اللي قبل او الجمله بتاعتي لازم تتعمل، يعني حاجه نفي، او انا اسف حاجه اثبات، ولا مش لازم حاجه نفي؟ مضطر اثبات ولا مش مضطر نفي؟ معايا؟ فاهم الدنيا فيها ايه؟ طيب الثالثه هي فاعل ولا مفعول؟ طب ليه فاعل ولا مفعول يا مستر؟ جدع، عشان لو فاعل اكتف ولا مفعول باسف. الله ينور عليك، قسما بالله مشيت بالثلاث حاجات دول بامر الله السؤال ده هتضمنه. طيب تعالى يا باشا نكمل. دلوقتي انا هحدد هي لازم ولا مش لازم. هو بيقول له انت مش لازم، ده معنى الجمله، ها، تشتري لي هديه. طب ليه يا عم؟ انا عرفت ان هي مش لازم. خد الجمله الثانيه، your presence is enough.
انت جيت لي انا اعمل يعني حفله عيد ميلاد طبعا مثلا، ده انا ما بيحصلش والله العظيم، بس تخيل انا ربنا كرمني بفلوس وهعمل يعني حفله عيد ميلاد جميله هعزم فيها كل اصدقائي الفيك وحبايبي يعني. طيب فاول لما انت جيت انت ما كانش معاك فلوس، فقير كحيان، بتقول لي والله يعني انا ما جبتش هديه، فطبعا عشان شخص ذوق وجميل هقول لك لا والله انت مش لازم تجيب هديه، انت كفايه ان انت جيت، يعني كفايه ان حضرتك موجود، your presence is enough، يعني انت يعني كتر خيرك وغرفه 60 دقيقه من وشي عشان انا مخنوق منك، ما جبتش هديه ازاي؟ بس ده اللي جوايا، انا هقول له ايه بقى كذوق؟ هقول له لا انت حضورك يهمني، حضورك لوحده كفايه، فمش لازم تشتري هديه، فانا مش لازم، شايف؟ يبقى انا حددت لازم ولا مش لازم؟ مش لازم، يبقى انا هشيل ماست، هشيلها في تو، ليه يا مستر؟ طب ما انت قلت لي لك ان انا لو عايز الحاجه اثبات هشوف الاثبات، الجمله بتاعتي محتاجه نفي هشوف النفي، طب انا عندي حاجتين ينفعوا، عندي ماسنت وعندي نيدنت، انا عندي حاجتين نفي، طب انا عايز اشوف بقى هل دي لازم، لا يعني مش لازم حاجه قانونا يعني اللي هو غير شرعيه، ان انا لو ما عملتهاش هتعدى القانون او هكسر القانون، هبريك ذا لو، ولا حاجه عاديه ممكن تتعدى مش محتاج كده. طيب ده طول دلوقتي يعني كلام عن هديه، كلام عن حاجه عاديه جدا ممكن تتعدى وممكن ان انا ما اعملهاش، فطبعا هتبقى نيدنت. ليه قلت نيدنت يا مستر؟ انا اولا ما عنديش تكوينات فعل ومفعول، فانا هنا اللي قبل النقط فعل. ركز معايا قسما بالله الموضوع سهل. خد الثانيه they not buy a new car their old one still works. دي ناس غنيه، يعني انا شايف ان شامم ريحه غنى، قسما بالله شامم ريحه غنى. بيقول لك ايه يا باشا؟ بيقول لك ان they not a new car their old one still works. معنى الجمله ان هم يعني لسه هعرف بقى اذا كانوا هم محتاجين او مش محتاجين يشتروا عربيه جديده. طب ليه؟ الجمله الثانيه بيقول لك لان عربيتهم القديمه لسه شغاله. يعني اصلا انا بكلمه في عربيتين، واحده قديمه وواحده جديده، يا عم الحمد لله رب العالمين على كل حال. طيب يبقى دلوقتي هم مش لازم يشتروا عربيه جديده لان عربيتهم القديمه الحمد لله رب العالمين شغاله، الله يزيدهم ويزيدنا ويزيدكم. فطبعا انا هشيل ماست لان دي اثبات، هشيل هاف تو لان دي اثبات، هيبقى عندي حاجتين يا مستر، هيبقى عندي ماسنت وعندي نيدنت. نرجع لجملتي، هل دي حاجه لو انا ما عملتهاش هكسر القانون؟ لا، لان ده طبعا موضوع عربيات وموضوع عائلي فعادي جدا هتبقى نيدنت طبعا. خد اللي بعدها It's a holiday today. النهارده اجازه. So we not go to school. However the school library is open. بيقول لك ان احنا النهارده اجازه، فهنعرف بقى اذا كنا محتاجين نروح المدرسه او مش محتاجين. بس مع العلم however بالرغم من ان مكتبه المدرسه مفتوحه عادي. طيب هنشوف الموضوع ده يا باشا. بيقول لك ايه؟ هل احنا لازم نروح؟ هل احنا مش محتاجين نروح؟ يعني احنا هنشوف بقى لازم ولا مش لازم، محتاج ولا مش محتاج، ضروري ولا مش ضروري. مستر احنا هنتكلم كده، والله هتتكلم كده، حقك عليا انا اسف، بس لازم تحل السؤال ده كده. بص يا باشا دلوقتي انا عايز احدد انا محتاج ولا مش محتاج. طبعا المدرسه اجازه، يعني قسما بالله ده لو المدرسه مش اجازه انا مش هروح اصلا، فانا مش محتاج. انا عندي ثلاثه ينفعوا، عندي ماسنت، عندي doesn't have to، عندي don't have to. طبعا ماست مش هتنفع. ده انا عندي ثلاث اختيارات. طب صلي على النبي، صلي على النبي وتعالى تعالى تعالى. هل انا الحاجه دي لو ما رحتهاش هكسر قانون؟ طب ما المدرسه اجازه، يعني يا مستر ده المدرسه اجازه هروح انا ليه ولا اتعب نفسي ليه؟ مش هروح. يبقى مصر انت مش هتنفع. ما انا بتكلم في مصر. طب ليه يا مستر مش تنفع؟ ما انا مصر انت دي قلت لك يا حبيب قلب اخوك ان مصر انت انا بستخدمها في حاجات القانون، لما اختار يعني انتهى القانون، لما اكسر قاعده، لما حاجه ممنوعه او حاجه محظوره او حاجه غير مسموح ان انا اعملها، بستخدم مصر انت والمصدر. مصر انت شلتها، فاضل لي اتنين. صلي على النبي. don't have to والمصدر طبعا اللي هو جو doesn't have to والمصدر. don't have to والمصدر doesn't have to والمصدر. don't have to والمصدر doesn't have to والمصدر. طيب مالهم دول يا مستر انت قاعد تغنيهم؟ هشوف اللي قبل النقط يا حبيب قلب اخوك فاعل ولا مفعول. طبعا اللي قبل النقط فاعل. طب طالما قبل النقط فاعل هشوف انهي فاعل، هشوفه مفرد هشوفه جمع واحل جملتي. طبعا وي. حد هيقول لي وي دي يعني ايه يا مستر؟ اقول له يعني نحن يا حبيب اخوك. طالما نحن يا مستر don't ولا doesn't؟ جدع don't. تاني صلي عليه يشفع فيك. لازم ولا مش لازم؟ محتاج ولا مش محتاج؟ ضروري ولا غير ضروري؟ يعني مضطر او مش مضطر، صح كده؟ هما دول الثلاث حاجات. طيب اللي بعدها يا مستر بقول ان ده فاعل ولا مفعول؟ احدد جملتي واحل. تمام. اللي بعدها بيقول لك يا باشا، بيقول لك you not buy a pen I can lend you one. كنت قاعد انا واحد صاحبي فبقول له انا ممكن
يعني انا لسه اشوف بقى هل انت محتاج تشتري قلم ولا مش محتاج. بس في الجمله الثانيه بيقول لي I can lend you one، انا استطيع ان انا اسلفك واحد. يا عم انا راجل جميل وكريم وهديك قلم، هديك 100 قلم على خلقتك قسما بدين الله لو ما ركزت. ركز يد وصلي على النبي. يبقى انا دلوقتي هديك قلم، طالما انا هسلفك قلم يبقى انت مش محتاج تشتري قلم. ممكن اشوف بقى mustn't needn't must وشود. جدع، انا هديك بس ثانيه، الثانيه خلصت. هتشيل لي must، هتشيل شود، لان دول اثبات اهم، دول اثبات وربنا اثبات اقسم بالله statement. طيب اللي بعدها mustn't و needn't. انا سمعتك قلت لي حاجه جميله جدا، قلت لي mustn't دي بستخدمها في انتهاء القانون، في غير مسموح، في ممنوع، في تحريم، في تحذير، في حاجات مقرفه كتير. الحاجات دي كلها بستخدم فيها mustn't. اذا mustn't مش هتنفع فياخد needn't. الله يحفظك ويرضى عنك لو كنت جاوبت كده. لو جاوبت حاجه غير دي ربنا ياخدك وينتقم منك، انا اسف. طيب خد اللي بعدها. you not او space park here there is a better place there. طيب انا بقول لسه هشوف برضه انا محتاج ولا مش محتاج. there is a better place there، تاخد بالك ده في مكان احسن هناك. فهل انت محتاج يعني تركن هنا ولا مش محتاج تركن هنا؟ طبعا مش محتاج. انا واحد انا وهو جايين بالعربيه بتاعتي او السكوتر بتاعي غلبان اللي بره، فبيقول لي انت مش محتاج تركن هنا، ده في مكان في ركنه احسن هناك، يعني في جراج بياخد 5 جنيه بدل ال 15 اللي انت بتدفعه. يبقى دلوقتي طالما ان في مكان احسن هناك فانت مش محتاج تركن هنا. بص انا عندي كام واحده تنفع. انا عندي ماست طبعا ما تنفعش، جدع الله ينور عليك. عندي 3 ينفعوا، عندي نيدنت لانها نفي، عندي ماستنت لانها نفي، عندي doesn't need to لانها نفي. طيب واحده واحده بس الله يرضى عنك وركز. انا هنا عايز تكوين بمعنى مش محتاج ويكون الفورم صح. طيب نيدنت تنفع ليه؟ لان معناها مش محتاج. طب خد يعني خش سيبك من نيدنت دلوقتي، خلينا في ماستنت. جدع، ماستنت دي يا مستر يعني انتهى القانون يا مستر، يعني تحذير، يعني منع، يعني تحريم زي ما قلنا. طيب doesn't need to، طب بأمانة الله يعني إله يا ربنا ينجحك يا رب. أنا لما جيت قلت لك need بنفيها بإيه؟ قلت لي إيه؟ مش قلت لك needn't، والله أنا أجيبها لك يا بعيد. needn't والمصدر، فاعل needn't والمصدر، فاعل needn't والمصدر. أنا ما قلتش ولا doesn't ولا don't تاني. فطبعا دي عندي مش تنفع. طب سيبك من الحتة دي، تعال نقول إن الفورم ده صح. انا عندي قبل النقط الفاعل ايه؟ عندي يو. هي يو دي بتاخد دونت ولا دازنت؟ يو الفاعل اللي هو السبجكت بروناون بتاخد دونت ولا دازنت؟ جدع بتاخد دونت. فيو بتاخد دونت، اكيد دازنت مش هتنفع يا معلم. صلي على اللي يشفع فيك كده وركز بالله. الحاجه الوحيده اللي تنفع عندي طبعا needn't. طيب you not come if you don't want to، انت مش محتاج تيجي لو انت انا جبتها ماشي، انت مش محتاج تيجي لو انت مش عايز. if you don't want to. طيب دلوقتي انا عندي يو نقط، انا بص اللي عندي تحت، انا هنا عايز طبعا حاجه نيجاتيف، حاجه نفي. انا مش محتاج او انت مش محتاج تيجي لو انت مش عايز. طيب mustn't تنفع لانها نفي، don't have to تنفع، doesn't have to تنفع، needs to ما تنفعش. دي اثبات يا باشا، دي statement. انا عندي 3 ينفعوا. طب ال3 ينفعوا، اشوف بقى نفس الفكره تاني. انا عندي mustn't تنفع، انا هنا بتكلم في قانون انتهكته، اتكلمت في حاجه مش مسموحه او ممنوعه او بيتحذروني منها او في ساين او في اي حاجه بتقول لي ان الكلام ده ما ينفعش اعمله، قسم بالله ابدا، يبقى mustn't مش هتنفع. طيب يبقى انا الحمد لله رب العالمين فاضل لي 2 تشويس. انا عندي يو، جيت انا كلمتك في يو قلت لك يا بتاخد دونت ولا دازنت؟ قلت لي دونت. جدع يا ولد، يبقى دونت هاف تو بلس الانفينيتيف. طيب باشا بالله عليك الحته دي ركز فيها جدا جدا جدا. خد واحده كمان معلش جدا. طب ليه يا مستر حضرتك عملت كده؟ دي سعادتك او طبعا عشان بس اقول لك حاجه بسيطه، زي ما قلت لك في محاضره التاسيس قسما بدين الله الانجليش كله بسم الله الرحمن الرحيم كده من اعدادي لثانويه عامه ثالثه ثانوي اللي الدنيا بتعمل عليها موضوع، قسما بالله الانجليش واحد. كجرامر اللي بيختلف قلنا تريكس، قلنا الفوكاب بتزيد، قلنا الفوكاب بتعلى مستواها بيعلى وهكذا. سيبك بس من الهري ده. يعني ايه معنى ان الجرامر كله واحد؟ يعني حضرتك في ثالثه ثانوي عندك الدرس ده، في ثالثه ثانوي في امتحانات ثانويه عامه بيجيب لك يعني النوت دي بالذات يعني بيعشقها بطريقه مرعبه يا باشا. طب صلي على اللي يشفع فيك وركز بالله تركز. انا عندي يعني 2 فورمز، ال2 فورمز دول عباره عن ايه؟ didn't have to والمصدر
didn't have will be. تاني بالله عليك، ده انت هتقعد بقى معايا تاني دي نص ساعة. طيب didn't have to المصدر didn't have، اسكت ثانية، will be. لازم تسكت الثانية دي معلش عشان خاطر اخوك. تاني didn't have to المصدر didn't have، ايوه will be جدع. didn't have to المصدر didn't have to المصدر didn't have will be. didn't have to المصدر didn't have to المصدر didn't have will be. يعني ممكن تشوفني اكيد مختل ان انا بعمل كده، بس حقك عليا والله العظيم لو عملت كده وتحفظها بامر الله. didn't have to المصدر didn't have to المصدر didn't have will be. خلاص. طيب تعالى نعرف بقى التكوين اللي احنا قعدنا نحفظ ابوهم دول بتوع ايه. didn't have to المصدر معناها ايه يا باشا؟ بيقول لك ان هو ما كانش حاجه ما كانتش ضروري ان هي تحصل، وبص والحمد لله ما حصلتش. اكتبها كده، اكتب عليها كده، الحمد لله ما حصلتش. يعني didn't have to المصدر didn't have to المصدر بيقول لك ان حاجه المفروض كانت تحصل بس الحمد لله رب العالمين ما حصلتش. هناخد الامثله هتفهم جدا جدا جدا، بس خليك كده معايا. طيب didn't have to المصدر didn't have to المصدر حاجه المفروض انها كانت تحصل بس الحمد لله ما حصلتش. طب الثانيه، بص الثانيه didn't have will be. didn't have will be يقول لك حاجه ما كانش ضروري انها تحصل، بس للاسف اكتب عليها كده للاسف حصلت. والله لا فهمها لك واخليها لك سهله. صلي عليه يشفع فيك. احفظ لي الفورم عامه عشان ده اللي بيلخبط. didn't have to المصدر didn't have to المصدر didn't have will be. تاني didn't have to المصدر didn't have to المصدر didn't have will be. didn't have to المصدر قلت ان هي حاجه ما كانش المفروض او كان المفروض ان هي تحصل بس الحمد لله ما حصلتش. التاني عكسها didn't have will be حاجه ما كانش ضروري ان هي تحصل بس للاسف حصلت. دي انهي للاسف؟ didn't have will be. يبقى اول لما اقول للاسف حصلت didn't have will be. اول لما اقول للاسف حصلت didn't have will be. مره كمان، اول لما اقول للاسف حصلت didn't have will be. انا اسف جدا لازم بس اكد عليها. طيب تعالى يا باشا. مستر طارق phoned to say that he couldn't come to eat. هو كلمنا وقال لنا ان هو مش هيقدر يجي عشان ياكل. That's why ولهذا السبب I not dinner. هنعرف بقى ايه اللي حصل dinner. احنا كنا عازمين حد اسمه مستر طارق، فانا بقول ان هو كان جاي. انا اصلا كنت عامل يعني والدتي مثلا او احنا كنا عاملين الاكل عشان كان جاي هو يعني يتغدى معانا، فاحنا عاملين الاكل لهذا السبب للسبب ده. فهو قال لنا ان هو مش جاي، فانا مش مضطر ان انا اعمل دينر. فاي طبعا بص بقى التكوينات، ها ركز معايا، اقرا الاربعه. didn't have cooked دي تنفع يعني ايه؟ تكتب عليها كده ما كانش ضروري بس للاسف حصل. didn't have to cook كان ضروري بس الحمد لله ما حصلش. طيب don't have to cook دي اللي هي ما كانش ضروري، اللي هي ايه؟ استنى بس اجيبها لك بمعناها والله العظيم اهي. ليس مضطرا ان اكتب عليها كده ليس مضطرا ان. mustn't cook دي طبعا مش هتنفع، ان هي دي تحريم اللي هو لا يجب ان يطبخ. ماشي جميل والله العظيم. دلوقتي هو مستر طارق كلمنا وقال لنا انا مش جاي عشان ياكل، يعني انا مش هقدر اجي. he couldn't come to eat هو ما قدرش يجي عشان ياكل. that's why I not dinner. يبقى حاجه انا عايز اقول هنا بقى حاجه ما كانش ضروري انها تحصل او كان ضروري انها تحصل والحمد لله ما حصلتش. I didn't have to cook. مستر طارق كان جاي يتعشى معانا او احنا عازمينه، قالوا والله يا جماعه انا مش جاي. الله ليه يا مستر طارق؟ طب ايه اللي حصل؟ يعني خير ان شاء الله. طب الحمد لله رب العالمين انا قسم بالله ما طبخت ولا اي مطبخ لكم. اطلبوا كشري. امي بتعمل كده دايما، اطلبوا كشري من ابو حنفي على طول. والله يعني خلاص انت مش جاي، مش هنعمل اكل، مش فيش عزومه وربنا ما انا عامله اكل. يلا اطلبوا اكل. خلصت. I not خد الثانيه. I not dinner because when it was ready Mr. طارق phoned to say he couldn't come to eat. طيب بيقول لك I not dinner طبعا هي الفيرب كوك اللي هو يطبخ.
طب انا هشوف انا طبخت ولا ما طبختش، انا كان ضروري ولا مش ضروري والكلام ده كله. because when it was ready لما كان جاهز، الاكل لما كان جاهز، ها ركز، الاكل لما كان جاهز مستر طارق قال ان هو مش جاي. الله الله، بص بقى الموضوع اختلف ازاي دلوقتي يا باشا. نكمل معلش تاني. بيقول لك I spaced dinner because when it was ready مستر طارق phoned to say he couldn't come to eat. جيت انا قلت لك لو انا اللي عملت مثلا الاكل يا سيدي، فانا كنت بعمل الاكل دلوقتي والحمد لله خلصت الاكل ولسه بحط الاكل على الترابيزه، اما مستر طارق مكلمنا، يا مستر مهند عامل ازاي حضرتك؟ معلش انا اسف مش هقدر اجي. الله يعني الله يخرب بيتك يا مستر طارق، يعني كلفت امي وعملت اكل وجبت وعملت ووديت وقنص ومنص وفنص، طب ايه بقى اللي حصل؟ طب ليه طيب؟ معلش والله مش جاي. اذا فدي حاجه ما كانش ضروري ان انا اعملها لان مستر طارق مش جاي يا معلم، ما كانش ضروري ان انا اعملها بس للاسف انا عملتها اهي. تعالى بقى هنا وعلى طول يعني بص من غير ما حتى نقول الموضوع، حاجه ما كانش ضروري ان انا اعملها بس للاسف حصلت. صلى على اللي يشفع فيك. تعالى نحلل الاجابات بتاعتنا. نيد انت هاف والبيبي دي هي دي معناها ما كانش ضروري، اكتب عليها كده، اكتب ما كانش ضروري بس حصل للاسف. طيب دونت هاف كوكد، طبعا دي مش يعني ده مش صح خالص. دونت هاف تو المصدر، فده بالنسبه لي كده كده مش هينفع. didn't have to cook نفس الفكره. didn't have to cook هنا معناها ايه؟ حاجه كان ضروري بس الحمد لله ما حصلتش. يعني حاجه كانت ضروريه والحمد لله ما حصلتش، اللي هي didn't have to cook اللي هي كانت في الاول. طبعا mustn't cook قلنا دي تحريم بقى ومنع وتحذير والكلام ده كله قوانين، فطبعا هتبقى needn't have cooked. انا دي معناها بقى كده ايه؟ needn't have cooked dinner، انا ما كانش المفروض ان انا اعد العشاء مع انه كان جاهز خد بالك، بس لان مستر طارق كلمني وقال ان هو مش جاي. طيب ركز فيها جدا بالله عليك، بالله عليك تركز معايا. بيقول لك في نمبر 15 she spaced a taxi to the party I had given her a lift in my car. given her a lift in my car يعني انا وصلتها بعربيتي طبعا. طب she not a taxi to the party، هي انا عايز اعرف بقى هي هنا ما كانش ضروري ان هي تحصل او كان ضروري ولا ما كانش ضروري؟ طبعا نفي ولا اثبات؟ انا عايز اعرف اول حاجه دلوقتي فاعل ولا مفعول، لسه هنشوف الكلام ده. طب هنا بقول I had given her a lift in my car، انا اديتها يعني توصيله بعربيتي، فطالما اديتها توصيله بعربيتي يبقى هي ما كانش ضروري ان هي تاخد تاكسي، يبقى حاجه كان المفروض او كان ضروري او مش ضروري ان هي تحصل والحمد لله ما حصلتش. طالما قلت الحمد لله ما حصلتش didn't have to take على طول. طالما الحمد لله ما حصلتش didn't have to، الحمد لله ما حصلتش didn't have to. علمها كده you not more bread we already have a lot. انت المفروض ما كنتش تشتري، ده معنى الجمله، ما كنتش تشتري عيش، ده احنا عندنا كتير جدا في الفريزر، ده احنا يعني ابوك حاطط العيش كله في الفريزر، في ايه؟ ما كانش المفروض تجيب طبعا. يبقى طالما ما كانش المفروض بس للاسف جبت، انا خلاص جبت عيش، فيعني كان ضروري، ما كانش ضروري ان هي تحصل بس حصلت للاسف حصلت. ايه الاسف يا مستر؟ needn't have بلس التصريف الثالث للفعل. هقولها اخر مره بالله عليك ركز معايا. didn't have to المصدر، didn't have to المصدر، didn't have والبيبي. طيب didn't have to المصدر قلت ان هي حاجه كان ضروري انها تحصل والحمد لله ما حصلتش. تاني حاجه كان ضروري انها تحصل والحمد لله ما حصلتش. الحمد لله ما حصلتش didn't have to المصدر. تاني الحمد لله ما حصلتش didn't have to المصدر. طب الثانيه didn't have والبيبي. didn't have والبيبي حاجه كانت ضروري انها تحصل وللاسف حصلت. needn't have والبيبي حاجه كانت ضروري ان هي تحصل وللاسف حصلت. تمام. تعالى يا باشا نبدا كده حاجه جميله. احنا كده عامه عشان تبقى فاهم احنا خلصنا الجرامر كله بتاع يونت 1. يبقى سعادتك معاك يونت 1 متقسم على 2 بارتس 2 فيديوز. اول فيديو متقسم فيه البارت 1 بتاع اليونت، عندك بارت 1 جرامر بارت 1 فوكاب، ده طبعا المحاضره دي البارت 2 فوكاب وبارت 2 جرامر. احنا خلصنا كده الجرامر كله، هناخد الفوكاب. طب انت بتحب تبدا بايه الفوكاب يا مستر؟ تبدا طبعا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد، دي اول حاجه. مؤمن جدا، مهند المؤمن، انا اسمي كده. طيب بس ببدا بجد بحاجه مهمه جدا 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 وبيعشقها في الامتحان. ايه هي يا مستر لكل حاجه بيعشقها دي؟ حاجه اسمها بتوين لاينز. البتوين لاينز او اللانجوج نوتس، الحاجات الفروقات اللي ما بين الكلام، الكلمات اللي هي بتبقى شبه بعض جدا. فاكر كوايت وكويت وكويت والكلام ده كله؟ كانت نفس الفكره دي. طيب تعال نشوف كلمه اسمها لاي، معناها يكذب، ده فيرب عامه.
الفيرب ده معناه يكذب، ولايد ده التصريف الثاني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، بطلي عبط بالله. ده التصريف الثاني للفعل وده التصريف الثالث للفعل. طيب يبقى لاي ده الفيرب الاصلي بتاعي المضارع present، لايد في البوست، لايد ده البوست participle. حلو جدا. طب بص اللي جايه ليه، اللي هي اللاي برضو بص نفس الكتابه بالله عليك لا تركز هنا معناها ايه بقى؟ يرقد، يستلقي، يقع جغرافيا. خلينا في اول اتنين. يعني انت لما تحب مثلا تمدد، عارف تمدد؟ اكتب عليها تمدد كده جسمك على السرير كده، عايز خلاص بقى يعني جايبه من يوم شغل وبتاع فتعبان قوي، يعني عايز تمدد بقى، عايز تلاقي دي. طيب لاي دي بقى اللي هي نفس الفكره. بص الماضي بتاعها ايه؟ ليه، يعني ده السكند فيرب بتاعها، يعني ده التصريف بتاع البوست سيمبل بتاعها ليه. لين ده التصريف الثالث البوست بارتيسيبل. بالله عليك لا تركز في الكلام ده، الكلام ده مهم جدا 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 وبيوقع كتير قوي. يبقى انا عندي الفيرب لاي ده اللي هو ده هو ده يا مستر بنفس كل الحروف بنفس كل حاجه. اللي بيختلف عندي معناه، اللي بيختلف عندي التكوين بتاع البوست سيمبل والبوست بارتيسيبل بتاعه اللي هو التصريف الثاني والتصريف الثالث للفعل. لاي بمعنى يكذب، لايد يبقى لايد. طب لاي دي لين، لين دي معناها قلنا يمدد جسمه او يقع جغرافيا، لو البلد تقع جغرافيا في كذا مثلا. طب ليه الثالثه معناها يضع او يبيض، فمثلا يقول لك التيرتلز ليد مثلا في اكتوبر، مثلا بيقول لك ان السلاحف بتضع بيضها مثلا استغفر الله العظيم يا رب في شهر اكتوبر يعني مثلا يا سيدي. طيب يبقى ليه يضع او يبيض، يعني اللي هي ليد. بالله عليك لا تركز في دي. طب تعالى ناخد كده مثال. The baby boy الطفل الولد نقط on the floor and soon fell asleep. انا عايز اقول هنا حاجه بمعنى يعني يضع جسمه او يتمدد على الارض. شفت بقى المعنى بيفرق معاه ازاي؟ يتمدد على الارض on the floor على الارض. طيب ايه اللي عندي هنا؟ بص يا باشا لين اهي ده التصريف الثالث، التصريف الثالث للفعل بمعنى يستلقي. طب التصريف الثالث للفعل ده محتاج حاجه؟ طبعا محتاج حاجه يا باشا، محتاج فعل مساعد قبله، محتاج بقى هاد، محتاج الكلام ده كله، فمالناش دعوه بتصريفات الازمنه. تعال بس نكمل. طب ليه الثانيه دي بتيجي بمعنى ايه؟ بتيجي بمعنى حاجتين يا مستر، بتيجي بمعنى يتمدد، او لا بلاش يتمدد، تمدد يعني خلاص. استلقى على الارض اهو. نام يعني نام، خلينا نسميها نام. ايه ده مصعبين الدنيا ليه؟ نام اهي. وبتيجي بمعنى يضع بيض، والطفل مش هيضع بيض. طب لايد الثانيه بص بقى معناها كذب، اللي هو كذب خلاص، باست برضو بس يكذب. طب ليد بص ليد اهي الماضي الباست بتاع يبيض، يعني هنا باضه. انا عارف والله ايه الكلام الغريب اللي انا بقوله ده. طب يضع يعني ماشي خلاص هو وضع بيضه اكيد لا طبعا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يبقى ذا بيبي بوي نقط اون ذا فلور، هو طبعا انا عايز حاجه هنا بمعنى يستلقى او استلقى، فطبعا هتبقى نمبر 2. اقسم بالله لو جات لك في الامتحان انت لو يعني ما ركزتش في الكلام ده وجالك في الامتحان بجد هتلاقي الدنيا تشوش، تلاقي الدنيا انت كاره الانجليزي اكتر ما انت كاره. وده هو ده قله المجهود، لان قسما بدين الله انت لو بذلت في المجهود في الحاجات دي فمهما كان يعني حقا على الله ان هو هيرضيك بجد والله العظيم، بعيدا عن اي كلام واي حوارات. انت اي حاجه هتتعب فيها والله ما دراسه بس شغل، في الناس الشغاله تبقى عارفه الكلام ده. اي حاجه هتتعب فيها ربنا هيكرمك فيها، والله هيكرمك فيها بكتيره بقليله، ده رزقك. يعني ملهاش علاقه بقى بايه، اداني جنيه، اداني 1000، اداني 3000، اداني 300000، دي ملهاش، مش دي. انا بكلمك في ايه؟ هتشوف مجهود اللي انت عملته، فاهم؟ هتشوف نتيجته مهما كان بقى صغير كتير، دي بقى انت ان انت تبقى مرضي بس مش اكتر. طب خد الثانيه. the bird الطائر has not two eggs in the nest. انا عايز اقول له هنا الطائر وضع بيضه في العش، يعني دي معنى الجمله، او وضع 2 eggs يعني بيضتين في الايه؟ في العش، بيضتين طب the bird has not 2 eggs in the nest. طيب انا عايز اشوف برضو الاربع حاجات. عندي lied بمعنى كذب، عندي ليه بمعنى يعني استلقى او بمعنى يضع. بص بقى الفكره هنا يضع، بس انا بعد هاز اور هاف باخد البوست بارتيسيبل، بقى عايز التصريف الثالث من يضع بيض اهي يا باشا، التصريف الثالث. طيب she not about her exam results she got a low mark. انا عايز اقول ان هي كانت بتكذب بشأن الدرجات بتاعه او نتيجه الامتحان بتاعها، لان هي اصلا حصلت على درجه صغيره. طيب انا عايز هنا حاجه بمعنى كذبت. طيب
هنا اللي ينفع عندي اهي لايد اللي هي كذبات. طب دي ليه مش تنفع مستر؟ دي لايد اللي هي الايه اللي هي وضع بيض، ودي التصريف الثالث. طب دي اللي مش تنفع لين، لان اللين دي بمعنى استلقى، تمدد، نام على الارض، وبتيجي بمعنى يقع جغرافيا، وده برضو تصريف ثالث. طب لاي بتيجي بمعنيين، بتيجي بمعنى ان هو استلقى نام خلاص نام وخلص، وبتيجي بمعنى ان هو وضع بيض خلاص. طبعا هنا تنس وهنا تنس. طبعا الحاجه الوحيده اللي تنفع عندنا هنا اللي هو ان هي كسبت بشان الدرجه بتاعتها. تعالى يا باشا في اللي بعدها، بيقول لك هير اوف او اباوت او هير فروم. طب يعني ايه الفرق ما بينهم يا مستر؟ هير اوف او اباوت انت بتسمع عن، يعني انا سمعت عن مدرس في الحته الفلانيه، فانا I heard of about this teacher مثلا. طب انما لو انت هتسمع اخبار عن، hear from تسمع اخبار بقى من الشخص مثلا او عن الشخص او عن حاجه معينه، hear from. تعال نشوف الفرق. I heard not your promotion congratulations. بيقول لك انا سمعت عن ترقيتك، سمعت عن ترقيتك. طب خد اللي بعدها I haven't heard not him in a long time I wonder how he is doing. انا ما سمعتش عنه من وقت طويل قوي. فانا طبعا I heard about your promotion، انا سمعت عن ترقيتك. promotion اللي هي الترقيه يعني ترقيت، فانا سمعت عن ترقيتك يا عم ايه، الف الف مبروك ليك. طب الثانيه I haven't heard from him، انا ما سمعتش عنه اي حاجه. طب بص بقى بيجيب لك بي ان سي، اقرا الاربع اختيارات يا باشا. بيقول لك about دي انا سمعت عن اخبار او سمعت عن حاجه معينه. طبعا فروم واوف واستحاله بيجوا مع بعض. هير فروم بمعنى يتلقى اخبار منه، فطبعا هير فروم اي هيرد فروم هيم. طب خد اللي بعدها مايند وبرين. مايند بص يا باشا بقى، مايند دي بتيجي بمعنيين وركز فيها قوي بالله عليك. مايند بتيجي معنى العقل اللي هو طبعا عند ناس قليله قوي مننا اللي هو المايند، تمام؟ تمسك الايه؟ امسك المايند ده العقل. بتيجي بمعنى يمانع، يعني شاب حمش موت ليه اخت نازله فمطلعه بيبي هير كده من شعرها مثلا، فانا بمانع ان انت تنزلي كده، فاي مايند انا دلوقتي انا مانع. ففيرب مايند بيجي او مايند، كلمه مايند بتيجي بحاجتين، بتيجي بمعنى عقل مايند وبتيجي بمعنى يمانع جدع. طب الثانيه برين، برين دي بتيجي بمعنى مخ، دي ناون بس، يبقى مايند هي اللي فيها التريكس اللي هي مايند فيها الفيرب وناون عقل ويمانع. reading books can help stimulate the نقط and improve conjunctive function. طيب بيقول لك يا باشا ان انا قرايه الكتب كان ان هي بتستيميوليت بتحفز الايه؟ المايند ولا البرين؟ العقل ولا المخ؟ طب شوف اللي بعدها he suffered a not injury in the accident and had to undergo surgery. طبعا الاولانيه هنقول ان احنا عايزين هنا البرين، الثانيه هناخد برين، والاولانيه هناخد ان هي مايند. stimulate the mind هي بتنمي عقلك، بتنمي عقلك. طيب persuade وconvince. persuade يقنع شخص بالقيام بشيء، convince يقنع شخص بصحة شيء ما يعني. طيب يا باشا persuade انا بقنعك ان انت تذاكر، طيب انما convince انا بقنعك ان انا جبت 3 اجوان فاولات زي عمر مرموش، يعني انت فاهم؟ فدلوقتي انا بقنعك بصحة شيء ما ممكن يكون مش صحيح، فبحاول اكونفنس يو، انا بحاول اقنعك ان ده كلام صح. بحاول اقنعك مثلا ان انا اشتغلت سي او في شركه ابو عوف، فدلوقتي طالما انا بكونفنس عن حاجه او بحاول اكونفنس يو، انا بحاول اقنعك بصحه شيء ما. طب انا بحاول برسويد يو تو ان انت تذاكر، انا بحاول اقنعك ان انت تذاكر، فانا بحاول اقنعك ان انت تعمل حاجه برسويد. انما convince انا بحاول اقنعك بصحه شيء ما. تعالى السؤالين هيفهموك. The doctor tried to retail that smoking was bad for health. طيب بيقول لك ان الدكتور بيحاول يقنع ريتال ان التدخين مضر للصحه. طب خد الثانيه، الدكتور بيحاول يقنع ريتال ان هي توقف تدخين. بص الفرق، بص الفرق يا باشا بالله عليك. ممكن نقول ان convince بيجي وراها ناون، ممكن يقول ان persuade بيجي وراها التو بلس الانفينيتيف، بس ما نعتمدهاش كده، نعتمدها معنى، نعتمدها الاولانيه ان انا الدكتور بيقول للريتال او بيحاول يقنعها ان التدخين عامه بيضر بالصحه، فطبعا convince. طب الثانيه هو بيقنعها ان هي تبطل تدخين، بيقنعها بان هي لازم تمنع الحاجه دي، تمنع القيام بشيء ما او تقوم بشيء ما. زي ما انا كنت بحاول اقنعك انك انت تقوم تتنيل على عينك وتذاكر،
نفس الفكره، الدكتور كان بيحاول يقنع ريتال ان هي توقف تدخين، صدرها مات، يعني ريتال بجد ماتت. طيب تعالى اللي بعدها دي مهمه وحلوه برضو، كلمه بوست. بوست دي معناها يعزز او تعزيز. بص الفرق ما بين بوست، هنا دبل او، يعني هنا او. بسم الله الرحمن الرحيم. طب بوست الثانيه، بوست الثانيه دي او اي. هو ده الفرق يا مستر؟ اه يا حبيب قلبي ده الفرق. يعني بوست او، بوست او اي. بص بقى، بوست الدبل او معناها يعزز او تعزيز. فانت مثلا يعني اللهم صل على سيدنا محمد، ان انت تمشي على دايت مثلا، دايت صحي، ده بيعزز من النظام المناعي بتاعك، صح كده؟ بيقويه فبيعززه. طيب او ان انت اللي جايه بقى اللي هي بوست معناها يتباهى او يتفاخر. والله العظيم يا باشا جبت موبايل جديد او لابس طقمية جديده، الدنيا فاهم في السرنكتيه وبتاع، ونازل النزوله الجميله، فانا نازل اول حاجه بعملها قالوا التفاحه اهي، قالوا يعني هتكلم مع اصحابي واقفين كده، بس انا هتكلم كده، يعني ده عبط. فانت بتعمل ايه؟ بتبوست، انت بتتباهى او بتتفاخر. طب تعالى ناخد الجملتين، بيقول لك ايه؟ It's not polite to not about your accomplishment in front of others. انت المفروض it's not polite، مش من المهذب ان انت تتباهى بالحاجات اللي انت حققتها قدام اصدقائك او قدام الاخرين. طبعا انا عايز كلمه بمعنى بوست بمعنى يتباهى او يتفاخر. طب الثانيه eating a healthy diet، ان انت تاكل او تمشي على نظام دايت كويس، كان نقط your immune system، ان هو يعزز من نظامك المناعي. يعزز دي انهي واحده يا مستر؟ يعزز، عارف تفتكرها ازاي؟ الدبل، بص اكتب يعزز، اكتب يعزز، اكتب يد يعزز، هتلاقيها فيها اللي هو حرف ازاي ده دبل، يعني فيها دبل زي، خلينا اللي هو ده يعزز. تفتكرها بايه؟ الدبل زي دبل او، الدبل زي دبل او، يعزز بوست اللي هي دبل او بوست، يعزز بوست، افتكرها كده. الثانيه بقى يتباهى اللي هي او اي، يتباهى او يتفخر. بوست اللي هي يتباهى او يتفخر، طبعا دي هتبقى بوست. طيب بيقول لك يعني الفرق ما بين اورجن اللي هو عضو من اعضاء الجسم، وممبر اللي هو عضو او فرد في مجموعه. طيب يبقى ايه الفرق ما بين اورجن وما بين ممبر؟ يبقى يور كدني، كليتك، تمام؟ دي عباره عن اورجن ولا ممبر؟ الله ينور عليك، اورجن. طب انت في ضمن الكلاس بتاعك او في ضمن الستودنتس عامه، مش انت ستودنت؟ يعني يبقى انت واحد من ضمن الستودنتس، هنا انت ايه؟ اورجن ولا ممبر؟ جدع، انت ممبر، الله ينور عليك. يبقى الفرق ما بين اورجن وما بين ممبر، اورجن قلنا ان هي عضو من اعضاء الجسم زي يور كيدنيز، يور ايز، يور تونج، ايا كان بقى العضو ايه. الثانيه الممبر ان انت عضو او فرد من مجموعه. طيب يا باشا تعالى نحل. ذا هارت، القلب، يا الله جايب لنا الوجع. The heart is a node that pumps blood throughout the body. بيقول لك ان القلب ده، انا عايز اقول ان هو المفروض عضو هنا بيضخ الدم للجسم. جدع، اورجن، ده عضو من اعضاء الجسم. بص هو جايب لك اورجانيك، اورجانيك دي معناها ايه؟ اورجن، اوريجن دي اللي هي اصلا غير اورجن خالص. خد اللي بعدها ممبر، ممبر ده اللي هو عضو بس في فرد، اللي هو عضو او فرد في مجموعه. all not of the team must attend the training. طيب all not of the team must attend the training، انا عايز اقول كل عضو من اعضاء الفريق لازم يحضر التمرين، فطبعا members. طيب يا باشا advertisement و announcement، الفرق ما بينهم حلو جدا. advertisement و announcement الاثنين بمعنى اعلان، بس هنشوف ده اعلان ايه وده اعلان ايه. advertisement ده اعلان عن product، اكتب بقى منتج، product يعني منتج، جدع، او افتتاح او وظيفه. يبقى انت لما بتحب تعمل، ربنا كرمك هتفتح مثلا براند هوديز عشان ده اللي طالع جديد، فانت بتعمل advertisement ايا كان بقى عشان تعمل كامبين، تعمل حمله اعلانيه. advertisement لان انا بعلن عن برودكت، عن منتج. طيب لو هتعلن عن وظيفه، لو هتعلن عن افتتاح مطعم الاشطوزه، تمام، او فاهم، فطالما اي حاجه من الحاجات دي، الثلاثه دول، افتتاح مطعم او افتتاح عامه، وظيفه، او الثالثه اللي هي برودكت، طبعا advertisement. طب announcement ده اعلان، بس مش اي اعلان يا مستر، ده اعلان او بيان او اذاعه او خبر او تصريح. طيب تعالى بس المثال هيفهمك قوي. The company، الشركة placed a note in the newspaper to promote their new product. بص to promote their new product.
قلت انا حاجه من عندي، الله ينور عليا والله العظيم، الله يحفظني. their new product يعني منتجهم الجديد. طبعا advertisement ولا announcement؟ انا بتكلم عن منتج. اتكلمت عن منتج يا باشا يبقى خلاص advertisement. خد اللي بعدها. company made a note about their plans to expand. يعني هتعمل بيان او تصريح عن خططها عشان هتتوسع. طبعا انا قلت بيان او تصريح يبقى announcement. تمام كده يا باشا البتوين لاينز خلصوا. تعالى بقى نقرا الفوكاب بتاعتنا العاديه خالص، وان شاء الله مش هتلاقيها صعبه. صلي على اللي يشفع فيك. عندي كلمه اسمها بوست، انا لسه واخد الفرق ما بينها وما بين كلمه ثانيه اسمها بوست برضه، بس دي او يا مستر ودي او ايه يا مستر. او ايه يا مستر معناها يتباهر او يتفاخر. يتفاخر ايه يتفاخر دي؟ يتفاخر اهي يا باشا. خلاص يبقى بوست يعزز، تعزيز ويحسن ويزود ويدعم، يعني فاهم؟ مش عارفين نقول ايه تاني. separate يفصل او منفصل. طيب فيروس اللي هو الفيروس، اورجن اللي هو العضو جسم الانسان، قلنا خدنا الاورجن وخدنا الممبر. خدنا الاورجن وخدنا الممبر. سيل بمعنى خليه وبتيجي بمعنى زنزانه وبتيجي بمعنى هاتف. explanation شرح او تفسير. pleasure سعاده. reaction رد او استجابه، رد فعل او استجابه. reaction. طيب عندك بريليانت ده حد الحمد لله زي العبد لله، بارع او لامع، يعني بريليانت عبقري كده. طب سين، بص السين بتتكتب ازاي وبتنطق ازاي؟ بتيجي بمعنى مشهد، جريمه، فيلم، سين. خلاص. فايرال واسع الانتشار، طبعا انت عارف فايرال دي اصلا عارفها من تيك توك، لما الفيديو بتاعك يجو فايرال يعني هو عدى، فواسع الانتشار. كومبيتيشن اللي هي منافسه او مسابقه. كومبيتيشن. برسويد يقنع، خدنا الفرق ما بينها وما بين كونفينس. قلنا برسويد انت بتقنع حد ان هو يعمل حاجه، انما كونفينس انا بحاول اقنعك ان في خبر معين صح او بصحه شيء ما عامه. طيب unfortunately لسوء الحظ، طبعا عكسها، او يجي يقول لك مثلا what is the antonym of fortunately او unfortunately، طبعا هتقول له fortunately او هتقول له بقى المعاني الثانيه. immune system ده اللي هو النظام المناعي. diet اللي هو النظام الغذائي اللي عمرك ما هتمشي عليه. bone ده العظم، bones العظام يعني العظمه او العظم اللي في جسمك. bone. care اهتمام او عنايه، طبعا كلنا محتاجين كير، يعني كلنا محتاجين الحته دي الحمد لله. sudden مفاجئ. طيب يجي يقول لك الموت المفاجئ sudden death. طب انت ليه يا مستر بتقول لي الموت المفاجئ بتبشرني؟ يا ابني كلنا رايحين الحمد لله رب العالمين بجد، يعني الحمد لله ربنا بس يعني يتوفانا وهو راضي عنا. يعني ادفرتايزمنت اعلان، خدنا الفرق ما بين ادفرتايزمنت وخدنا الفرق يعني هي ما بينها وما بين كلمه اسمها اناونسمنت. قلنا ادفرتايزمنت ان انت بتعلن عن برودكت، بتعلن عن افتتاح، بتعلن عن وظيفه. اناونسمنت بتقول اصلا بيان او بتقول خبر او بتقول تصريح. جدع. بروتكت اللي هو يحمي. طيب تعالى يا باشا نحل ايه؟ اخرج معايا 5 جمل. ال5 جمل بيقول لك my mother not the laundry into white and colored before washing. دلوقتي انا عايز اقول والدتي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد فصلت ما بين اللبس الابيض واللبس الملون لما ودته اللندري، لما ودته المغسله يعني. فانا عايز اقول كلمه هنا بمعنى فصلت separated. طب تعالى نترجم. generated بمعنى generate. طيب celebrated احتفل. cooperated اللي هو تعاون. تمام. طبعا احنا مش عايزين اي حاجه من الحاجات دي، احنا عايزين كلمه بمعنى منفصل. the computer was infected with a نقط and stopped working. بيقول لك ان الكمبيوتر ده جاله المفروض حاجه معينه وعشان كده بطل يشتغل. طبعا حاجه واحده بمعنى فيروس. طيب the liver الكبد. الكبد is a نقط that helps detoxify the body. طبعا الكبد بيساعدنا ان احنا نتخلص يعني من السموم غالبا يعني من الجسم. طبعا انا عايز بس كلمه بمعنى عضو، بس انا عندي هنا كلمتين بمعنى عضو. عندي اورجن ده عضو من اعضاء جسم الانسان، وعندي ممبر ده عضو او فرد في مجموعه او في ايا كان الموضوع ايه. طبعا هي تبقى اورجن. الله ينور عليك. نقط have different functions in the body such as carrying oxygen or fighting infections. دي حاجه. تمام. الحاجه دي يعني ليها وظائف كتيره في الجسم such as carrying oxygen ان هي برضو بتحمل الاكسجين، او بتفايتنج infections ان هي بتحارب العدوى. طبعا دي حاجه بمعنى خلايا. بص دي كولز، دي مكالمات، دي مش بتحارب العدوى ولا بتحارب السموم اللي في الجسم، دي بتحارب مشاعرك. الكولز دي. سيلز دي المبيعات، سيلرز البائعين. طبعا هتبقى سيلز اللي هي بمعنى سيل اللي هي الخليه، سيلز اللي هي الخليه. جدع. I need an نقط
for why this happened. explanation يعني تفسير، confusion يعني تحير او يعني كده، misunderstanding نفس الفكره يعني فهم بطريقه خاطئه يعني، distraction اللي هو التشتيت او عدم الانتباه. طيب انا هنا محتاج ايه for why this happened. انا هنا مثلا مدير في شغل، يا رب يعني طبعا كلنا، فالموظف العبد اللي عندي عشان كنت عبد قبل كده عايز يعرف انا ايه اللي حصل، انا محتاج فجأة قال لي يعني في غلط حصل في الشغل، فبيقول لي انا عايز تفسير للي حصل، انا عايز explanation بمعنى تفسير للي حصل ده. طيب تعالى يا باشا نكمل كلماتنا. طيب انا عندي حاجه اسمها الديفينيشنز، التعريفات. يعني دي انا بس هنا في السؤال ده لو جالك ان شاء الله بيجي لك ازاي، هو بيجيب لك طبعا الجمله دي، في ناس مش عارفه والله، الناس اللي عارفه معلش استحملني بس، او جريني واخلص، استغفرك ربي واتوب اليك. بص يا ابني، الناس اللي مش عارفه الديفينيشنز، السؤال بيجي ازاي؟ بيجيب لك الجمله الجميله دي وبيقول لك ان هو بيديك الاربعه تشويس بتاعتك، بيقول لك ان انا ايه معنى الجمله، او انا عايز الجمله دي بتقول لنا كلمه ايه. طيب انا هنا يا مستر بحفظ ده كله؟ ما انا اصلا انت يعني سعادتك عندك في كل بارت، يعني في كل يونت بتاع جدولين 3 4 ديفينيشنز، اكيد مش تحفظ، مش عايزك تحفظ الجمله كلها قد ما تعلمها لي بحاجات معينه. طب تعالى نشوف الطريقه دي. بيقول لك سيبك من الكلمه to help someone or something get better to or improve. انا بساعد حاجه معينه، شخص معين او حاجه معينه ان هي تصبح افضل get better، او improve ان هي تتحسن او تزيد او يبقى حاجه احسن. طيب دي معناها ايه؟ انت لما بتعزز حاجه، شوف انا قلت ايه، بتعزز لان انت عايزها تتحسن، فهي نفس المعنى. يبقى improve او get better بتساوي كلمه اسمها post. فهمت الموضوع ماشي ازاي؟ صلي على النبي، والله عايز اريحك، والله اخوك عايز يريحك. يبقى انا هشوف الكلمتين دول get better لما انا هشوف حاجه معينه someone or something عايز اخليها get better تتحسن، او improve it يعني احسنها. طبعا انا بعمل لها هنا هي حاجه اسمها يعزز post. طيب تعال نكمل. السيل دي عباره عن ايه؟ بص يا باشا، اول لما تشوف كلمه the smallest separate part، بس هي دي كلمه يا مستر؟ لا دي جمله، بس مش جمله والله العظيم، اسمع بس وافهم. the smallest اصغر separate part يعني اصغر جزء منفصل بس. طبعا ده غالبا عندكم في الاحياء، والله العظيم ما عارف، السيلز اللي هي الخلايا هي اصغر جزء من مش عارف من الايه، انا اصلا كنت ادبي فانا اسف. طيب يبقى دلوقتي the smallest separate part، ايه اللي smallest separate part؟ تقول لي السيل بس، هي دي اللي انا عايزك تعرفها، السيل اللي هي خليه. طب الاورجن دي يا باشا قلنا عضو في جسم الانسان، ده بارت اوف يور بادي، خلصت وربنا ما عايز اللي بعده، انا مش هقرا لك اللي بعده. يبقى ايه الاورجن؟ ده بارت، جزء اوف يور بادي، جزء من جسمك. اول لما تقول لي جزء من جسمك هو يا باشا الاورجن على طول، هو ده اللي عايزك تفهمه، ما تحفظليش الجمله كلها. طب الفيروس ده ايه؟ ده فيري سمول، حاجه صغيره جدا، ليفنج ثينج عايشه، يعني حاجه صغيره جدا او كائن صغير جدا that causes disease. ده بالفهم قسما بدين الله، بيقول لك ان هي كائن طفيلي، يعني الفيروس دي كائن طفيلي، حاجه صغيره جدا عايشه في جسم الانسان وبتسبب لنا الامراض. ايه يا باشا ده؟ استنى بس اشوف الكاميرا بتسجل. طب الحمد لله رب العالمين. ده الفيروس. الاميون سيستم، الجهاز المناعي، اواي طريقه that your body protects you from disease، طريقه ان جسمك بيحميك من الامراض. يبقى شفت كلمه protect from disease، protects from disease، تاني protects from disease، ده الاميون سيستم بيحميني، يحمي من المرض، يحمي من المرض. برافو عليك حبيبي. طيب تعال نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البروبوزيشنز والاكسبريشنز مهمه جدا جدا جدا. تعالى كده kind of يعني نوع من، get into يدخل فيه او يتورط. طيب protect from او against، ايه الفرق يا مستر؟ protect from انا بحمي حاجه من حاجه ثانيه، انا يعني بحاول protect you from the thieves، انا بحاول احميك من اللصوص. طيب protect against او هي نفس المعنى، يحمي من. bump through يضخ خلال، شفت لما جه قال لك the heart bump our blood throughout او through the body، ان هو بيضخ الدم للجسم، اهي يضخ خلال. stay up يسهر stay up، حضرتك كل يوم بعد الساعه 12 قالوا
كاني ماني ونقعد ستي اب بتخليك تسهر وتسيب اللي وراك ربنا ياخدك. fight against يكافح ضد fight against. طب send around يرسل حوله. compared with بالمقارنة بيه. come off ينفك أو ينفصل، يبقى come off دي جدع. separate بتساوي كلمة اسمها separate أو separate. طيب come off worry about يقلق بشأن. I am worried about you أنا قلقان بشأنك. أول لما تقول لها كده طبعا هتموت فيك. in order مرتب in order مرتب. cause of سبب ليه. caused by يتسبب بواسطة. بص الفرق بالله عليك، الحاجات دي والله العظيم مهمة جدا. caused of سبب ليه. caused by يسبب بواسطة. cause of سبب ليه. caused by يسبب بواسطة. married to متزوج من. طيب الحمد لله. keep out يحفظ. keep out يحفظ. طيب call for help دي expressions تعبيرات طلب المساعدة. go on a diet يتبع نظام غذائي. go on a diet. check every detail of يتحقق من كل التفاصيل. ask for help ان انت تسأل او تطلب المساعدة. هي بتساوي call for help دي بتساوي دي. طيب on the center of في منتصف. conducts on يجري ابحاث على. get down ينبطح ارضا. look forward to ing طبعا يتطلع الى. طيب تعالى يا باشا ناخد اللي جايه دي. do things يقوم باشياء. بص do بتيجي مع كام حاجه. بتقوم باشياء، بتقوم برياضه do an sport او do a sport. do an action بتقوم بفعل ما او تاخد رد فعل. sign an agreement انت بتوقع اتفاق. do the course بص الكلمة دي والله مهمة. do the course دي معناها بتدرس منهجا تعليميا مش learn. بص هي مش جاية هنا بمعنى learn، هي جاية بمعنى learn بس هي مش مكتوبة learn، هي جاية do the course. do the course ان انت بتاخد كورس تعليمي. بص جايب كلمة do. ركز بالله عليك في الحاجات دي بيعشقها. miss the chance انت فوتت فرصتك. cause damage انت بتسبب تلف او مرض. cause a disease نفس الفكرة. pass an exam إن شاء الله بأمر الله كلنا pass the exam. وفي الآخرة طبعا have the flu يصاب بالإنفلونزا يجي له برد. have the flu. have responsibility له مسؤولية. stay strong يبقى قويا. make notes يدون ملاحظات. و make a mistake يرتكب خطأ. صلي على النبي تاني. have responsibility أنا عندي مسؤولية لكذا أو اتجاه كذا. I have responsibility to my students مثلا أنا عندي مسؤولية تجاه الطلبة بتاعتي. طب stay strong لما أجي أقول لك خليك قوي، خليك جميل، خليك أنت ربنا يستر عليك. make notes طبعا الناس الجميلة اللي قاعدة دلوقتي بتسمعني إلهي ربنا يا رب ينجحكم. لو انت قاعده مثلا واخده كشكول كده ولا ورقه وقاعده تكتبي ورايا اي حاجه يعني ممكن اكون بقولها مهمه ان شاء الله بامر الله او هتفيدك، فانت بتعملي حاجه اسمها ميك نوتس. انت بتدوني ملاحظات، بتكتبي ملاحظات. ميك ا ميستيك بترتكب خطا. ده بقى الحيوان التاني اللي قاعد بيتفرج عليا وما بيكتبش اي حاجه ورايا، بيقعد يتفرج كده. ده لو اتفرج يعني بيجري عشان ينجز حاله ويبقى رايح ضميره. ده بيبقى بيميك ا ميستيك، بيرتكب خطا. طيب الجدول التحفه ده اسمه جدول التحفه ده يا باشا. بص صلي عليه يشفع فيك. السؤال هنا بيجي ازاي؟ وات از ذا سينونيم اوف كلمه بوست. يقول لك كده وات از ذا سينونيم اوف بوست. ايه معنى او مترادف كلمه بوست؟ طب ليها طريقه ثانيه؟ ليها طريقه ثانيه يا مستر؟ ده لها طرق كتير جدا. يجي يقول لك مثلا وات داز بوست مينز. كلمة بوست دي بتعني ايه؟ هي نفس الفكرة مترادف او المتضاد. وات از ذا مينينج اوف بوست. ما معنى كلمة بوست؟ بص السؤال بيجي ازاي. طيب هل بتيجي في الانتونيمز؟ بتيجي في الانتونيمز. وات از ذا انتونيم اوف بوست. ايه التضاد بتاع كلمة بوست؟ طيب وات از ذا اوبوزيت اوف بوست. ايه التضاد بتاع كلمة بوست بس بطريقة تانية. شفت السؤال بيجي بأكتر من طريقة، خليك فاهم بس الكلام ده. طيب بوست بتيجي بمعنى يعزز وبتيجي بمعنى بروموت ان انت بترقي او بتزود بتمبروف. فاكر في الديفينيشنز قلت لك علم على كلمه جيت بيتر وكلمه امبروف عشان هي معناها بوست. طب عكسها الانترم بتاعها هندر او ديكلاين، بتعوق او بتخفض. طيب بريليانت قلنا رائع او لامع، معنى اكسلنت وبمعنى ميرفلس وبمعنى عكسها طبعا تيربل واوفل. تيربل واوفل.
فظيع او سيء جدا. اكزامينيشن الفحص هي كلمه السينونيم بتاعها. تيستنج اختبار، هي تشيك ان انت بتفحص. عكسها طبعا بقى مش مكتوب عكسها. separate يفصل او منفصل، هي isolated او isolated وديسكونكتد. isolated وديسكونكتد. طبعا عكسها related وكونكتد. طبعا لان انا قلت disconnected اللي هي يفصل، هي عكسها تشيل this البريفكس او السفكس وحط connect. طيب persuade يقنع، معناها convince، وعرفنا الفرق ما بينهم يا مستر. win over يستميل. بص الكلمه دي والله كلمه جميله جدا. win over بتيجي بمعنى يكسب. ممكن لو جات لك تقول لي انت يفوز او يكسب، طبعا صفر قد كده يعني فاك اهو. طيب انما وين اوفر معناها يستميل الى، يعني بيميل برايه او بيخلي اللي قدامه يستميل اليه. انا بحاول اقنعك ان الانجليش ده ماده جميله جدا، فانا بحاول اوين يو اوفر، انا بحاول اكسبك. عارف انت جاي معنى اكسبك، اكسب رايك. طيب عكسها طبعا سيود يثني على، او discourage لا يشجع. طيب behave يتصرف، act يتصرف، react يتفاعل. عكسها او الانترم بتاعها act up او misbehave يسيء التصرف. بليجر ده السرور، الحاجة اللي هي طبعا بتجيلك وانت بتتفرج عليها، ده البليجر اكيد. كلب. طب ديلايت سعادة. انجويمنت نفس الفكرة. الحقيقة بقى اللي هي الانترم، انت بتشعر بالسادنس وانت في ثانوية عامة، وبتشعر بالسورو وانت في ثانوية عامة، الحزن او الاسى. طبعا انت بتشيل نفسك الهم، وهو والله مش هم ولا حاجة. الريدنج والليسننج، وهنخش على البتوين لاينز. كده يا باشا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. احنا خلصنا يونت 1 بالنسبه لاخواتنا وحبايبنا بتوع تانية ثانوي. كده الحمد لله رب العالمين الواحد مرتاح نفسيا شويه. طب يا مستر، هو احنا ايه الدنيا الفتره الجايه ان شاء الله بامر الله؟ هحاول انزل لك منهجك كمنفصل، وهنزلك كده المراجعه اللي تلم لك الدنيا كلها بامر الله بدون مقاطعه. طيب استنى مني ان شاء الله المراجعه اللي جايه او المراجعات اللي جايه بالنسبه لامتحان الشهر، ان شاء الله بامر الله تنزل لك قبل امتحان الشهر لو كان في نصيب بامر الله. ويا ريت تتفرج على بارت 1، تتفرج على بارت 2 مع بعض يعني، او لو كنت ذاكرت ده وتذاكر ده بقى عشان ننجز حالنا. تفاصيل باذن الله كده يعني تكتبها بس ورايا، معلش تكلف نفسك وتتعب معايا. تذاكر الحاجات دي كويس، ترضي ابوك وامك. دي حاجات بقى مالهاش علاقه بالدراسه خالص يعني، عشان فاهم. ترضي ابوك وامك يعني لان الحاجات دي والله العظيم بتعود عليك بحاجات تانية جميله جدا جدا جدا. دي حاجه انا بحاول اعملها والله العظيم. وطبعا ترضي ربنا بان انت تعبده كويس وتصلي وحاجات كده جميله يعني، النصائح اللي انت عارفينها دي. والحمد لله رب العالمين. اخر كلامي اقول لك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. القاكم ان شاء الله على خير بامر الله في المراجعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.